بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي صديق فاضل: المرغيناني في الهداية في الفقه الحنفي مقل من ذكر الأحاديث النبوية. يا أخي، هذه أول صفحتين من كتاب الهداية، صفحتين كتاب الطهارة الوضوء، 12 حديثا، ذكر 12 حديثا يقرن كل مسألة بحديث أو بآية. كم عدد الأحاديث في أول صفحتين؟ 12 حديثا، إما بلفظه ونصه أو بمعناه، أو يذكر هكذا فعل رسول الله لأنه واظب عليه، أو عن الصحابة يرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يذكر الصحابي صاحب الذي نقل لنا الحديث، وأحيانا لا يذكره. المهم استدل ب 12 حديثا في أول صفحتين، رضي الله عن الإمام المرغيناني ورضي الله عن أئمة الحنفية. والأخ الآخر يقول لي أحاديثه موضوع كثيرة الوضع. أقول لك فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع الذي معناه صحيح، ولأنه رحمه الله قال عنه نسي الحديث الصحيح وذكر الموضوع يعني بدون قصد وبدون عمد، لك ذكر الصحيح. كثير من الحديث الصحيح، يكفي أنه ذكر حديث المغيرة بن شعبة في توضأ أو مسح على خفيه، وأيضا على ناصيته، وحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، وأيضا حد لا وضوء لمن لم يذكر الله اسم الله عليه، ذكره بالمعنى. وحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق، وحديث الأذنان من الرأس، وحديث خللوا أصابعكم كي لا تخلها النار، هذا من عليه كلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل أن يخلل لحيته. وأيضا حديث التثليث والوضوء، الغسل أو وضوء ثلاثا. وحديث عائشة كان النبي يعجبه التيمم في تطهره وتنعله وترجله، ذكرها إما بالمعنى أو باللفظ. إذن هذا يدل على أن الإمام الغيناني من أهل الحديث ويتحرى السنة، ومن رد ذلك فكتاب يرد عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.